بعض الناس لما يتقال له سامح لوجه الله يفتكر ان حقه هيضيع، يعني سامحه وربنا كده خلاص يسيب حق يضيع. استنى، انت لما بتسامح انت بتعمل طاعة كبيرة جدا. فاكر لما ربنا قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اللي بيسامح ده مش بيضيع حقه، ده ربنا هيرجع لك حقك تالت ومتالت وممكن أضعاف كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، يا رب تكونوا كلكم بخير. اول حاجه كده بحب اشكر الناس اللي شرفتنا جديد، احنا من الفيديو اللي فات كده دخلنا شويه. اهلا بيكم طبعا، منورين. وبالنسبه لك انتي بقى لو اول مره تشوفيني ما تنسيش ان انتي تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده، وما تنسوش كمان تصلوا على النبي كده وتذكروا الله في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب مع بعض. بصوا بقى، الروتين ده روتين يوم السبت. طيب هل انا بعمل ده كل سبت؟ لا، انا الكلام ده بحاول اعمله من قبلها، لان انا بحب ان يوم السبت كده يجي عليا السبت بالليل تبقى كل حاجة المدرسة بتاعتهم جاهزة وهدومهم مكوية وجدولهم متحضر وكده. طيب اتأخرت انا ليه في الكلام ده الاسبوع ده؟ لان انا الخميس والجمعة ما كنتش في البيت، وكمان ما كنتش ناوية انزلهم المدرسة لحد، يعني احنا دلوقتي لحد الصبح اهو هم غايبين من المدرسة، وانا بصراحة كنت ناويها من قبلها يعني، فما كنتش متسربعه. انا عارفه ان هما كده كده مش نازلين المدارس، لكن عاده انا ببدا في الحاجات دي من يوم الخميس من بعد ما بيرجعوا من المدرسه، وببدا اعملها حاجه في حاجه، ما بعملهمش كلهم مع بعض. بس زي ما قلت لكم انا خميس وجمعه ما كنتش في البيت، وناويه ان انا ما اوديهمش المدرسه لحد، وكمان الغدا النهارده مش محتاج اي مجهود يعني، فعادي ان انا اعمل كل ده مع شغل البيت ومع مذاكرتهم في نفس اليوم، مفيش اي مشكله. اول حاجه كده بدات ان انا اول ما صحيت شغلت الغساله على دوره من اللي هي البناطيل الجينز، لان فيها بناطيل تخص المدرسه. تمام. شغلتها بدري، حاولت اشغلها بدري بحيث ان هي تخلص قبل ما النور يقطع، لان انا يعني عندي لسه برضو النور بيقطع كل يوم. انا مش عارفه انتوا عندكم الوضع ايه، بس انا ساعات بيقطع اكتر من مره في اليوم، يعني هو اساسي الساعه 1 الظهر، واوقات بيقطع كمان الساعه 3 العصر، واوقات بيقطع بالليل. النهارده لحد اهو انا صحيت الساعه 10 الصبح على النور مقطوع، فمش عارفه بصراحه انتوا النظام عندكم ايه. تمام. بعد بقى كده ما شغلت الغساله واطمنت ان هي بدات تشتغل، قلت ايه، اعمل شويه قهوه كده علشان يعني افوق. معرفش انا الفتره دي الجيوب الانفيه تعباني شويه، فالصداع ما بيروحش، فيعني الناس اللي متعوده تشرب قهوه وعندها جيوب انفيه هتبقى فاهمه انا بتكلم في ايه. انت هتحسي ان انت مش شايفه حد، مش عارفه عيالك، مش عارفه انت مين، مش عارفه انت فين، لحد ما تشربي القهوه بتاعتك او يعني اي مشروب فيه كافيين. الناس بقى اللي كانت متعوده تشرب نسكافيه قولوا لنا جبتوا بديل ايه حلو. تمام. شربت بقى القهوه كده وريحت شويه. طبعا كل اسبوع بشيك على الشنط بتاعتهم. شنط البنات مأساة 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 بكل ما تحتويه الكلمة من معاني، لان طبعا الشنط كلها الوان فاتحة فبتتمرمط، يعني خصوصا ان انا بنتي كمان لسه صغيرة في اولى ابتدائي، فمش بتعرف قوي ان هي تحافظ على حاجتها. بتحط طبعا في الطابور الشنط بتبقى تقيلة عليهم، بيخلوهم ينزلوها على الارض وكده، فانا لازم كل اسبوع بشيك كده على الشنطة. الحمد لله شنطة ابني لحد دلوقتي ما فيش فيها اي حاجة، ما عملتش فيها اي حاجة، لان طبعا غامقة وهو يعني كبير شوية فعارف يعني بيبص هو بيحط الحاجة فين والكلام ده. فجبت كده علبة حطيت فيها شوية من الاوكسي وشوية من كلوركس الالوان. انا يعني حد قال ان كلوركس الالوان ده مقاطعه، وحد قال لا تمام معانا، فانا مش عارفه المتاكد من المعلومه ياكدها لي. بصراحه انا بعد ما جبته بصراحه ندمت، بس الحاجه الوحيده يعني اللي مهونه عليا ان انا جايباه من تحت البيت، وعارفه ومتاكده ان هو كان قديم عنده، يعني هو مش جايبه جديد. ف اكدوا لي المعلومه دي وعرفوني اذا كان معانا ولا علينا، ولو يعني علينا ايه البديل ليه. زي ما انتم شايفين كده دي سبونشة انا مخصصاها للحاجات دي. حطيت بقى الكلوركس الالوان وحطيت الاوكسي، وبدأت كده بالسبونشة باخد من الرغوة اللي فوق، ما باخدش من المية علشان ما بلش الشنطة معايا قوي، يعني انا عايزة يعني اغسلها كده على الناشف، ما غرقهاش مية، فاهمين؟
ببدأ كده امشي على الشنطة كلها كده، وطبعا الحتت اللي فيها اتساخ جامد يعني بدعكها اكتر من مرة. ما خدتش معايا وقت على ما تنشف خالص، لان زي ما قلت لكم انا باخد من الرغوه اللي فوق وما بغرقش الشنطه ميه معايا. عملتها كده، وبعد كده بدأت اعملها بفوطه كده، يعني امسح مسحت الاول الرغوه دي بفوطه ناشفه، علشان يعني ما رضيتش ابل الفوطه علشان ايه، الم الاول كده الرغوه معايا من غير ميه. قلت هحط مثلا مبلوله والرغوه لسه ما اتلمتش، ممكن ترغي معايا اكتر وتبهدل الدنيا، اضطر طبعا ان انا اشطفها اكتر من مره فهتتبل جامد، وانا مش عايزه ده. تمام. زي ما قلت لكم لميتها كده الاول بفوطه ناشفه، وبعد كده بدات ان انا عارفين الفوطه اللي هي المايكرو فايبر دي، لما يعني بتبليها وتعصريها بتبقى منديه مش مبلوله قوي، فمشيت عليها كده بقى كذا مره بالفوطه وهي منديه. وبعد كده حطيت انا ما طلعتهاش على فكره البتاع، يعني انا حطيتها قدام المروحه 10 دقايق وكانت ناشفه معايا، لان ما غرقتهاش ميه. يعني انت خليكي حريصه، علشان لو بقى هتغسليها بميه بقى طبعا لازم تعمليها من يوم الخميس وتحطيها بقى على الحبل وكده، علشان ايه، تتاكدي ان هي نشفت. وبما ان طبعا تفاصيل البنات كتير والموضوع عند الصبيان اهون بكتير، فزي ما انتم شايفين ده منظر التوك. طيب منظر التوك ده من ايه؟ طبعا مش منها. هو اللي بيحصل انه احنا بنسرح شعر البنات الصبح، طبعا ايدك بتبقى فيها بواقي من الكريم او السيرم او الزيت اللي انت بتحطه لها، فالحاجه دي تنزل بقى في الشارع، تحس ان التراب والحاجه بيلزق على التوك. فبرضو بجمع كل اسبوع كده التوك اللي هي استعملتها طول الاسبوع وبحطها كده. دي باقي العلبه على فكره اللي انا عملت بيها الشنطه. ما رميتش المسحوق لان ما توسختش، انا ما بحطش الاسبونشه جواها، يعني هي الاسبونشه جواها كانت نظيفه في اول ما استعملتها كده وانا برغي الحاجه، وبعد كده باخد كده بطرف الاسبونشه من الرغوه من فوق، فالميه تحت كانت نظيفه. حطيتها كده في الميه 10 دقايق بالظبط، وبعد كده بدات ان انا اكب الميه واشطف الحاجه. تشوفوا بقت معايا زي الفل. انا حطيتها في الفوطه كده زي ما انتم شايفين، بس المقطع ده ما لقيتوش بصراحه اتصور، مش عارفه كان الكاميرا كانت واقفه وانا مش اخده بالي ولا ايه. فبحطهم كده علشان التوك اللي فيها معدن ما تصديش. دي مش فكرتي، انا شفت الفكره دي في قناه تقريبا صاحبه القناه اسمها مي على ما اتذكر، والفكره عجبتني جدا لان فعلا كان في توك بتصدي وبتبوظ معايا لما بسيبها كده تنشف عادي. بعد كده قمت كده ايه، حضرت فطار. طبعا الشغل ده مش كله ورا بعضه، انا بعمل شويه وبريح شويه عادي. حضرت كده فطار لان ما كنتش فطرت. وبعد كده الغساله دي، الغساله اللي هي النص اوتوماتيك، قمت الاول غسلت فيها التيشيرتات. مرضتش اشغل يعني مرضتش اشغل دوره تانية في الغساله الاوتوماتيك على التيشيرتات، بس هما تيشيرتين، ف يعني حرام ان انا مسحوق وكهرباء والكلام ده عليهم بس. لكن الغساله الصغيره دي انت بتبقي متحكمه في كميه الميه اللي بتحطيها، متحكمه في كميه المسحوق اللي انت بتحطيه. فغسلت الاول التيشيرتات، وبعد كده هغسل اهو الشوزات معاكم. على فكره وانا بحطهم الكهرباء قطعت، بس قلت مش مهم هسيبهم منقوعين شويه. بحب اغسل الشوزات في الغساله دي لان هي من جوه الجسم بتاعها بلاستيك. بغسلهم وبعدين برجع اغسل الغساله نفسها بسبونشه كده فيها مسحوق وديتول، فبترجع زي الفل. وكانت هنا برضو الغساله التانية خلصت، وكنت نشرت الهدوم، كان الموضوع فاضل على الشوزات بس. وزي ما قلت لكم الغدا النهارده كان رنجه يعني، فما كانش فيه اي حاجه صعبه. كملت بقى اليوم معاهم في الواجبات والمذاكره والكلام ده، وبس تقريبا كده الفيديو بتاعي خلص. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات جايه. ولو كملتي معايا لهنا ما تنسيش تحطي اللايك، وما تنسيش كمان تدعي لاخواتنا كده ان ربنا ينصرهم ويثبت